بيحصل معاك ان انت بتسمع مشكلة من حد وبتعيشها وبتسقطها جواك. مش بتكلم على السمبثي والامبثي. السمبثي ان احنا بنطبطب على الناس ومعلش وان شاء الله تتحل، والامبثي ان انا بحط نفسي مكان الشخص فبعيش اوجاعه. لا، انت ولا بتعمل ده ولا انت بتعمل ده، انت بتعمل اسقاط لنفسك جوه المشكلة، فبتعيش مع اوجاعه. يعني الراجل مثلا ايه، كل شويه تكلمه اكنك بتكلم نفسك. بتعيش كل التفاصيل، وهكذا تلاقي نفسك مع ناس كتيره قوي. ايه اللي ممكن يخليني اعمل كده وبعمل كده ليه؟ اللي بيخليني اعمل كده ان انا دايما بحارب جزء من مشاعري وبتفاداها، لان في غضب وانتقام جوايا اتجاه الحياة اللي انا عايشها، في رفض كبير للحالة اللي انا عايشها. انا مش متقبلها، مش حاسس ان انا مرتاح فيها، حاسس ان انا عندي حلول كتير جدا للناس دي، بس ليا انا باجي عندها وبقف زي باب النجار مخلع كده، المثل ده. فبطلع كل طاقتي وبتقمص مشاكل الشخص على اكنها انا. ما بعرفش انام، ما بعرفش اكل، ما بعرفش اركز في حياتي علشان فلان عنده مشكلة. ده ان دل فيدل على انه انا دايما رافض مشاعري لنفسي، رافض الحياة اللي انا بعيشها، فبجري بهرب منها وبحاربها وبروح لناس تانية خالص. مع الوقت ده بيسمع فين عندك؟ بيسمع في اجزاء جسمك بقى. تلاقي بقى حتت من جسمك بدأت توجعك ومفيش اي داعي ليها خالص. تلاقي ان انت بدأت دماغك تبقى مشتتة جدا، ما بقاش عندك تركيز خالص. تلاقي ان انت ما بقتش مع الوقت عارف ترفض لأي حد طلب، وما بقتش حتى تعرف تقول لا. ما هو الحد اللي انت بتسمعه ده وبتعيش مشاكله هو بيحب ده، لانك انت بتعمله اشباع وبتديله جزء كبير جدا من طاقتك، لكن انت مش واعي ولا هو واعي لده. فمع الوقت الموضوع بيبدأ يروح في حتة ان الكيرف بتاعك بقى داون قوي. انت تعبان بس مش فاهم ايه اللي وجعك، انت قرفان بس مش عارف ايه اللي قرفك، ومع ذلك برضو بتيجي على نفسك. طب المفروض ان انا اعمل ايه في حاجة زي كده؟ مش بقولك ما تتعاطفش مع الناس، مش بقولك ما تبقاش مستمع جيد، مش بقولك تطبطب على الناس وتقف جنبهم، بس خليك حريص على سلامة صحتك النفسية. من اول الحاجات انك لازم تبدأ تراقب افكارك، مشاعرك، السلوك بتاعك. بيصدر منك حاجات امتى تلقائية، وايه الافكار اللي بتجيلك اوتوماتيك لما بتيجي تساعد حد. ما بتبدأ تركز في ده بتبدأ تقفش نفسك، فبتبدأ تعرف انا ليه بعمل كده. المشاعر اللي انا بحسها او الاشباع اللي انا بحسه من ان انا بساعد الناس، واوقات كتيرة ما بعرفش اساعد نفسي. فمع الوقت الافكار بدأت تتجدد، فتلاقي مشاعرك بدأت تتجدد، فتلاقي سلوكك بدأ يتغير. انا موجود لك بس معلش هخلص حاجة واجيلك. انا بعمل بس حاجة، معلش سامحني النهاردة والله انا تعبان قوي، بس قولي لو اقدر اعمل لك حاجة دلوقتي. عادي انت موجود، بس مش بنفس الحجم لانك بطلت تيجي على نفسك، فبقيت واخد بالك كويس قوي من الحاجات اللي انت بتعملها اتجاه نفسك اولا. طب هل ده بينفع من اول مرة او تاني مرة؟ لا يا فندم، ده لحد 10 مرة، لانك بتتدرب على حاجة جديدة غير قناعاتك تماما، وغير الحاجات اللي انت بقالك كتير قوي بتعملها. بس صدقني لو جربت تعمل الحاجات دي وما بقتش تسقط المشكلة جواك وتعيشها كأنها مشكلتك، الوضع كتير هيختلف معاك في راحتك النفسية، في صحتك النفسية، وحتى الجسدية. وحتى هتلاقي انك بقيت بتركز اكتر او عندك طاقة اكتر ممكن تقدر تديها، واولا لنفسك.